السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن حاجة كلنا بنمر بيها، بس مش دايما بناخد بالنا منها. هنتكلم عن الصوت اللي جوانا، اللي ورثناه من بابا وماما. الصوت اللي ساعات بيبقى قاسي علينا أكتر من أي حد، وساعات بنبقى بنجلد نفسنا بصوت مش صوتنا. صوت موجود من زمان، من أيام ما كنا بنستنى كلمة تشجيع أو حضن نطمن بيه. انت عمرك سألت نفسك، هو أنا ليه دايما بجلد نفسي؟ وليه صوتي الداخلي دايما ناقد مش بيشجع؟ طب ليه لما اغلط بحس اني استحق العقاب مش اني محتاج افهم واتعلم؟ الحقيقة ان كتير مننا مش بيتكلم مع نفسه بصوته الحقيقي. احنا بنتكلم مع نفسنا باصوات اتزرعت جوانا واحنا صغيرين، اصوات بابا وماما، واصوات الجمل اللي كانوا بيقولوها ساعتها من غير ما يحسوا انهم بيحفروا جوانا شريط هيفضل يتكرر على طول. اللي بيحصل ان الطفل الصغير بيكون لسه ما عندوش صوت داخلي، فبيسجل اصوات الكبار حواليه زي شريط كاسيت ويحطها جواه. ولما يكبر الصوت ده بيكمل في دماغه ويتحول لصوت هو بيقوله لنفسه وهو مش واخد باله. يعني لو باباك كان بيقولك انت كده عمرك ما هتنجح، او مامتك كانت بتقولك انا مش فاهماك انت بتفكر ازاي، فانت ممكن تكون دلوقتي بتقول لنفسك نفس الجمل. حتى لو باباك ومامتك اتغيروا، او حتى لو مش موجودين، لسه جواك صوتهم ولسه بتعيش بيه. وده مش مجرد كلام نظري، ده مثبت في علم الاعصاب، ان الدماغ البشري بيسجل الكلام العاطفي اقوى 7 مرات من الكلام العادي، خصوصا لو جاي من حد بتحبه او معتمد عليه زي الاب او الام. يعني لو حد قالك يا فاشل 3 مرات وانت صغير، مخك بيخزنها كأنها 21 مرة، وبتبدأ تعيش على انك فاشل وتشك في نفسك مع كل تجربة ليك. بس استنى، هو كل اللي خدناه من اهلنا سلبي؟ لا طبعا. في ناس اتقال لهم انت شاطر وانا فخور بيك، او انا بحبك زي ما انت، وصوتهم الداخلي بقى صديقهم مش عدوهم. بس المشكلة فينا احنا اللي سمعنا حاجات كسرتنا وسكتنا وما صدقناش نفسنا بعدها. بس خليني اقولك حاجة، في فرق كبير بين صوتك الحقيقي والصوت اللي ورثته. الصوت اللي ورثته ده دايما بيحكم بسرعة وبيستخدم كلمات مطلقة زي انت فاشل او عمرك ما هتتغير، ومش بيسيب لك مساحة تتنفس او تغلط. لكن صوتك الحقيقي ده اللي بيشوفك انسان بيفهم انك في مرحلة مؤقتة، بيحس وبيسمع وبيسأل ايه اللي محتاجه دلوقتي عشان اتحسن. السؤال هنا بقى، ازاي ابدأ اسمع صوتي انا واطمن له واصدقه؟ خلينا نتفق ان دي حاجة مش سهلة بس ممكنة. اول حاجة، اعرف الصوت ده جاي منين. سجل في ورقة ايه الجمل اللي بتسمعها في دماغك كل يوم، زي انا ضعيف ومفيش فايدة مني ومحدش هيفهمني. واسأل نفسك بعدها، مين اول حد قال لي الكلام ده؟ هنا بس هتعرف ان ده مش صوتك، ده صوته. تاني خطوة، نظف دماغك. لو في جملة متكررة زي انا مش كفاية، حولها بإرادتك لأنا بتطور حتى لو مش مثالي، وكررها كتير بصوتك ولنفسك. ودي مش طبطبة، ده اسمه علميا إعادة برمجة الحديث الذاتي، وبيستخدموه في العلاج النفسي السلوكي. وبيقولوا إن الجملة اللي بتتكرر بصوتك كل يوم بتغير طريقة تفكيرك وقناعاتك وردود فعلك. تالت خطوة، غير الصوت اللي حواليك. لو طول اليوم بتسمع ناس بتحبطك أو تكسرك، صوتهم هيأثر فيك. ابدأ دور على بيئة فيها دعم، حتى لو بودكاست، أو حتى لو صوت مسجل بيقولك انت مش أقل من حد، انت تستاهل تحب نفسك. وافتكر دايما ان الصوت الداخلي مش حاجة ربنا خلقها كده وخلاص، ده بيتكون وبيتشكل وبيتغير، بس محتاج صبر وصدق وتكرار. وقبل ما الحلقة تخلص اسمعني كويس، لو في جملة بتتكرر جواك كل ما تغلط أو تتأخر أو تقع، جملة بتقسى عليك، اعرف إنك تقدر تختار جملة جديدة. قول لنفسك النهاردة، أنا مش الصوت اللي ورثته، أنا الصوت اللي بختاره وبكتبه من جديد.